وإذا مفكر إنه مندي اللحم الحقيقي ما بينجح إلا بالحطب أو بالمطعم، فأنا اليوم رح غير لك الفكرة. واليوم رح شارك معكم وصفة المندي اللحم بطعم بفوق أشهر المطاعم. ومنجي للمكونات. أول شي بيلزمنا بصل مقطع جوليان، زنجبيل وثوم مطحونين ناعم، شوية كزبرة خضراء، زبيب حسب الرغبة، سمنة، وعنا كيلو رز مغسل ومنقوع، وعنا أكيد كيلو لحم غنم ضان. عنا البهارات: الكزبرة، ملعقة ملح، ملعقة كمون، كمون حب، كبش القرنفل، وعنا ورق الغار، وعنا نص ملعقة هيل، ربع ملعقة جوزة الطيب، وعنا نص ملعقة فلفل أبيض، وثلاث أرباع الملعقة كاري. ومنبلش بطريقة التحضير. أول شي منضيف السمنة على الطنجرة، ومنضيف البهارات الصحيحة يلي هي عبارة عن ورق الغار، كبش القرنفل، والكمون الحب. منحركن شوي لمنه تسخن المكونات، ونرجع بننزل بالبصل. طبعا مثل ما حكينا عنا بصلي مقطع جوليان. والبصل الهندي أو البصل الأحمر الأفضل للطبخ لأنه بيعطي طعمه ونكهة كثير طيبة للأكل. طبعا بعد ما قلبنا البصل من دقيقتين لثلاث دقائق، مثل ما عودناكم بنحط عليه نص ملعقة ملح مشان تطلع المي منه ويستوي بسرعة. منقلبه شوي صغيرة وبيكون استوى معنا البصل. طبعا ما بدنا نحمره بهاي المرحلة، فقط استواء. بعد ما استوى، في عنا الزنجبيل والثوم، منضيفهم على خليط البصل، ومنحرك جميع المكونات مع بعض تقريبا لمدة دقيقة واحدة. وبعد ما حركناهم، في عنا كيلو لحم الغنم الضان، بننزله على الخليط وكمان بنحرك. بهاي المرحلة رح تبلش تشم ريحة البهارات مع اللحمة. الريحة صدقوني بتفتح النفس. بعد ما حركناهم وقلبناهم شوي صغيرة، رح نضيف عليهم البهارات الناعمة يلي خبرتكن عليهم بأول الفيديو. هاي هون ضفناهم، ورح نحرك المزيج. وبعد الدقيقة رح نضيف الكزبرة الخضراء الناعمة. طبعا الكزبرة اختياري، ولكن الكزبرة بيعطي طعم كثير طيبة للمندي. جربوها إن شاء الله ورح تدعولي. ورح نضيف عليهم ماجي الدجاج. كمان مثل ما بتعرفوا إنه الماجي بعزز وبقوي النكهة، وفيكم تضيفوا الملح بدون الماجي. وعنا أكيد المي السخنة الجاهزة، رح نضيفها على الخليط، ونترك المزيج لمنه يغلي. طبعا هون نحن عم نشتغل على نار قوية. وهون تقريبا ضفنا بحدود اللترين مي. وهون في عنا إضافة الكشمش أو الزبيب، وكمان هذا الشيء اختياري، ولكن طعمة الكشمش مع الرز كثير طيبة. كمان يلي ما له مجربها يجربها. بعد ما غلى معنا المزيج، سكرنا عليه بسانيتا لمدة 35 دقيقة. بعد 35 دقيقة رح يكون عنا اللحمة استوت. وبيجي عنا كيلو رز منقوع، طبعا ناقعه قبل بساعة. أهم شي بنصفيه وبيكون جاهز للطبخ. بنضيفه فوق الصوص يلي سويناه، ومنحرك المزيج ومنحرك الرز مشان يتشرب طعمة الصوص اللحمي. نترك المزيج لمنه يغلي. طبعا بعدنا عم نشتغل على نار متوسطة. بعد ما غلى المزيج،
رح يكون عنا الملونات الصحية يلي هي عبارة عن اللون البرتقالي واللون الأحمر. طبعا بنحط الملونات بهذا الشكل، وأكيد في عنا فحمي ولعاني، بنحطها على سانيتا وبننزل عليها الزيت. نزل عليها كمية قليلة من الزيت وبنسكر بسانيتا. لازم نسكر كثير منيح، بنسكر بطبقتين مشان نمنع ريحة وطعمة الفحم إنها تطلع برات الطنجرة. بهالأثناء رح نسوي صوص الدقوس. عنا تقريبا نص كيلو بندورة مقطعة، ولازم تكون مقشرة. طبعا مقشرة بالسكين، ما في داعي لسلقة. وعنا باقي المواد هلأ بنحكي عنهم. بنحط نص كيلو البندورة بالبلندر، وبنضيف عليهم النعنع، الكزبرة الخضراء، بصلي، ثوم، والفليفلة الحرة اختياري. طبعا فيك تضيف الفليفلة الحلوة. في عنا البابريكا والملح، وبنضيف عليهم القليل من عصير الليمون. بنشغل عليهم البلندر لمدة دقيقة تقريبا لمنه ينعم الخليط معنا. وبعد دقيقة راح نكون سوينا أطيب دقوس، وبيتقدم مع جميع أنواع الرز يلي ممكن تطبخها بالبيت. أكيد الدقوس بيعطي طعم كتير طيبة للرز، وخصوصا للأشخاص يلي بيحبوا الحر. طبعا بعد 25 دقيقة راح يكون استوى معنا الرز، ونحن عم نسوي مثل ما حكينا كمية لأربع أشخاص. ولما تفتحوا الطنجرة راح تشموا أطيب ريحة مندي ممكن تسووها بالبيت وتعملوها بإيديكن بدون ما تشتروها من مطاعم مختصة بالمندي. فيكن تشوفوا بعينكم كيف الرز طلع مفلفل طبعا، والطعمة والرائحة لا توصف. بالنسبة للتقديم أنا حطيت شوية مكسرات، رجع شوية لحمة فوقيهن، وحطيت الرز، قلبت الصحن وزينته بالبصل. لتشوفوا طريقة التقديم تابعوا الفيديو للآخر. للمزيد من الفيديوهات وأسرار الطبخ والمطاعم تابعوا قناتي، قناة الشيف عاصم غرز الدين، وانطرونا بكل جديد.